مختار التتش في 43 حارب الملك سفرنا لفلسطين. هي ايه القصه؟ هي ايه التفاصيل؟ انا ابراهيم الفخراني هحكي لك كل حاجه، بس ما تنساش تعمل لي فولو على الحساب البديل على تيك توك، واللينك بتاعه موجود تحت عنوان الفيديو. سنه 1943 تلقى النادي الاهلي دعوه من الانديه الفلسطينيه لمباراه وديه هناك في اطار دعمهم ضد انديه اللي ما يتسموش، ورفض اتحاد الكره المصري سفر بعثه النادي الاهلي بناء على طلب من الاحتلال البريطاني، وقال لهم ما ينفعش تسافروا. ولكن مختار التتش قرر انه يسافر بفرقه النادي الاهلي بطريقه غير رسميه، وفعلا راح ولعب المباراه في فلسطين. طبعا الكلام ده ضايق الاتحاد المصري هنا وضايق الاحتلال البريطاني وانديه الكيان، لان ازاي النادي الاهلي يروح يلبي دعوه الانديه الفلسطينيه؟ فطلع قرار من محمد حيدر باشا رئيس الاتحاد المصري بشطب النادي الاهلي وحرمانه من ممارسه البطولات المحليه. وبعد عده اشهر قرر اتحاد الكره العفو عن النادي الاهلي، شرط ان هم يجوا كلهم مقر الاتحاد ويقدموا اعتذار. وبالفعل راح كل لعيبه النادي الاهلي باستثناء واحد فقط، وهو مختار التتش اللي طنش الاعتذار وقرر انه ما يروحش مبنى اتحاد الكوره. لا، وقرر مختار التتش انه يبعت بركان محمد حيدر باشا رئيس الاتحاد المصري وقال له فيها ايه يا سيدي؟ لقد ذهبنا الى دوله فلسطين في مهمه وطنيه، فكان من العار الاعتذار او التخلي عنهم، وبناء على ذلك لا يشرفني الانتماء لاتحاد كره يرقصه امثالك. شفت قوه شخصيه مختار التتش وقتها؟ وقف قدام اتحاد الكوره وبكل بساطه قال له الكلام ده وبعت له البرقيه دي اللي وصلت لمحمد حيدر باشا. طبعا قرر حيدر باشا شطب مختار التتش نهائيا علشان يصبح مختار التتش اسطوره اهلاويه، وملعب التدريبات اصبح تحت مسمى مختار التتش، وجمهور الاهلي لسه بيهتف للاسطوره الاهلاويه مختار التتش. مختار التتش في 43 حارب الملك سفرنا لفلسطين، وال6-0 دي شرف ليوم الدين. لو انا فدتك بمعلومه، انا ابراهيم الفخراني، اكتب رايك في الكومنتات، وتنساش تدعمني بلايك وشير للفيديو، واعمل لي فولو للحساب البديل اللي هتلاقيني عامل له اشاره قدام تحت العنوان بتاع الفيديو. ودعمكم المتواصل حاجه فوق راسي، ربنا يخليكم جدا.